براهنوا على فشلك وفتحنا والحمد لله نجحنا. الان عندنا 30 محل. ايه ده، انت عربي؟ حبيبي انا اصل العرب. انت انا منين؟ ابراهيم، انا من اليمن واصل العرب واصل القهوه. اصل القهوه ازاي؟ اصل القهوه عندنا قهوه هاوس. طب ممكن اخد جوله عندك؟ تفضل حبيبي، يلا بينا. تفضل. ابراهيم، انت بتعمل ايه دلوقتي؟ مفور ميديوم روز كافي مع حليب. حاسس ان انا بشرب عسل، يعني جنزبيل وعسل. ابراهيم، عايزك تقول لي، هل كان بالنسبه لك تحدي صعب انك تبدا قهوه يمنيه جوه امريكا؟ اكيد ما في شيء سهل، اذا شيء بيجي بالسهل ما له طعم. كل حاجه جت بصعوبه، كل حاجه بتحديات، كل حاجه بدموع. اذا انت ما عرفت انت تستغل الفرصه وكيف تثبت وجودك ما بتكون عملت شيء. هل طلبت مساعده من حد وما وقفش جنبك؟ طلبت مساعدات، مش الا مساعده والله. ما في ولا واحد ساعدني، ما في ولا واحد قال لي خذ فلوس ساعدك علشان تفتح المشروع، لانه كل واحد قال لي مش حينجح. يعني كله راهن على الفشل عندك. براهنوا على فشلك وفتحنا والحمد لله نجحنا. الان عندنا 30 محل. طب سؤال بقى دلوقتي، الناس بقى اللي ما رضتش تقف جنبك زمان، هل جم سالوك ان هم ياخدوا فرانشايز منك؟ اكيد ناس كثير منهم. انا توقعت كده برضه. هل ابراهيم هيركز ان هو يشرف اليمن من عن طريق القهوه بس، ولا هيركز على حاجات تانية؟ لما فتحنا القهوه ما ركزنا على القهوه بس، احنا ركزنا على ثقافتنا، على تراثنا، على حضارتنا، والحمد لله احنا نجحنا بهذا الشيء. هل عايز توجه رساله لاي صاحب بزنس موجود عربي جوه امريكا بيشوف حاله على العالم؟ بس توصل مرحله واحد يشوف نفسه على الثانيين، مرحله السقوط. دائما بالعكس، دائما تخلي نفسك متواضع، ودائما تشتغل بنفسك وتشامل بتشتغل بايدك. الناس لما يشوفوك بالعكس ينبسطوا معك، لما يشوفوك انت بتشتغل وتساعدهم وانت دائما في المحل وانت دائما تهتم بالزباين وانت دائما تتكلم عن الكافي تبعك، دائما تكون فخور بهذا الشيء ووسط الناس. بالعكس هذا يخليك يعني محل احترام للجميع. حبيبي يا ابراهيم، اتشرفت فيك ان الله شاء يخليك الله. حبيبي، مبسوط ان انا شفتك. زي حبيب ما قلبي تقولوا والله يا بالمصري، انا مبسوط ان انا شفتك، وان شاء الله نشوفك مره ثانيه.